كان في مرة في عصر الرومان واحد فيلسوف، الفيلسوف ده كان عازم ضيف عنده. أول حاجة قدمها له كان طبق شوربة كبير شوية. الضيف بدأ يشرب الشوربة معلقة في التانية وبيبص في الطبق، شاف أكنه شايف أفعى تعبان صغير كده. الضيف عشان ما يكسفش الفيلسوف فقام واخد معلقتين كده وقام ومشي روح. فضل تعبان طول الليل وقال أنا بكرة الصبح لازم أروح للفيلسوف ده وأقول له على اللي حصل وأقول له على موضوع التعبان اللي كان في الشوربة. صحي الصبح راح للراجل الفيلسوف قال له واحد اتنين تلاتة وانا شفت واحد اتنين تلاتة في طبق الشرب. الفيلسوف سمع الكلمتين دول ومات على نفسه من الضحك. المهم الفيلسوف قال له طب انا هقول لك ايه اللي حصل. المكان اللي انت كنت قاعد فيه دوت فيه فوقيك فيه شوية زخارف كده، ده منهم شكل تعبان، واللي انت شفته في طبق الشوربة بتاعك ده انعكاس لشكل الزخارف اللي على السقف موجودة في الطبق. الغريبة بقى انه في ساعتها الراجل بعد ما كانت معدته بتوجعه بدأ يقول له انا بدأت اتحسن ومعدتي مش وجعاني. الفيلسوف قال له انت كنت عايش الوهم مش اكتر. وده الحقيقة يا جماعة احنا فعلا ممكن نعيش في فكرة ونفضل ندورها في دماغنا ونعيش وهم فكرة لدرجة ان هي تأثر علينا نفسيا وصحيا وجسديا، وهو ده تأثير الافكار. خلي بالكم من افكاركم.